كابتن محمود ابو الدهب، كابتن والي موافي. طبعا كابتن محمود ابو الدهب احد نجوم النادي الاهلي السابقين واحد نجوم البريمو الحقيقه. وحديث هنكمل الحقيقه الكلام على مباراه بيراميدز الحقيقه وما حدث ما بين الاهلي وبيراميدز النهارده، والغضب الشديد الحقيقه من جماهير النادي الاهلي في مباراه اليوم بعد الخساره من بيراميدز 2-0. كابتن والي موافي طبعا احد نجوم الكره المصريه يكون معنا ايضا وتحليل لقاء اليوم. كابتن ابو الدهب تحياتي ليك يا كابتن، منور حبيبي يا روح. ورا الدنيا ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كابتن والي حبيبي يا كابتن. ازاي؟ حبيبي الحمد لله تمام والله. طيب كابتن ابو الدهب، يعني انت لعبت في النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي لما يبقى فيه ماتشات هو مش موفق فيها ايا كان بقى السبب، سواء بقى الاداره الفنيه كمدير فني بسبب اختيار التشكيله او تغييراته، دايما دور اللاعبين وزي ما بنقول كده تحمل المسؤوليه بيبقى ليهم دور كبير جدا في المباريات اللي بتبقى صعبه زي كده. النهارده شفت الماتش ازاي والنتيجه ازاي من وجهه نظرك، ودور اللاعبين اللي انا بتكلم عليه ده كان عامل ازاي؟ هي المشكله اللي احنا لعبنا في النادي الاهلي يا فاروق. عارفين طريقه النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي، وفي اجيال كتير جدا كان بتلعب بدون مدير فني. لكن ان انا في البدايه بس انا بتاسف على الكلام اللي انا كنت بقول. النادي الاهلي مرعب، والنادي الاهلي هياخد الدوري من بدايته، والنادي الاهلي هيكسر وش اي حد. لكن بس لسه بدري يا جدعان بس بص هقول لك هو لسه بدري. يعني لسه بدري. البدايات بتفرق. بداياتك في الدوري يا فاروق بتفرق، واحنا من بدايه الدوري من كاس العالم احنا ما شفناش للراجل ده اي حاجه. يعني انت النهارده اللي بيتحمل مسؤوليه تحمل ناس كتير جدا عشان بس ما نظلمش. في لعيبه النهارده ما بتتحملش الضغوط. النهارده انت ما بتلعبش كوره، حتى لما تيجي تتكلم فنيا يا كابتن ده كلهم لعيبه دوليه. مع لعيبه دوليه للاسف. هم جايين النادي الاهلي فسحه. اللعيبه دي جايه فسحه، جايه ان هي تتمنظر، جايه ان هي تتعالى، جايه ان هي تاخد فلوس بس وتمشي. لكن الاسم ان انت بتلعب في النادي الاهلي. انا النهارده في المباراه بيراميدز تحديدا في لعيبه ما تستاهلش تلبس تيشيرت النادي الاهلي او تعدي من جنب سور النادي الاهلي. لا في لعيبه كتير جدا يعني. بص كلهم يا كابتن، كلهم بص يا فاروق، الكل تغنى يا راجل. فرقه بيراميدز يا فاروق، يا فاروق لعيبه بيراميدز النهارده فرقه منظمه. فرقه كبيره ضغطت عليك غلطتك. انت مش عارف تخرج بكوره من تحت. انا ما شفتش هجمه للنادي الاهلي خطر على الجون. في لعيبه في تعالي، في غرور، في قله مسؤوليه من اللعيبه. في اوقات كتير جدا ده انت جاي المدرب ده كان كارثه من البدايه. ان انت تيجي النادي الاهلي والاهلي كبير عليك بالشكل ده، لا يبقى في هنا في مشكله. انا بتكلم يا فاروق على اللي جاب اللعيبه ديت او شارك في ان اللعيبه دي تيجي. النادي الاهلي لازم يتحاسب، سواء بقى جهاز فني او السكاوت او لجنه التخطيط او كانت الاداره. لا اللعيبه دي في اخطاء كتير جدا بنشوفها يا فاروق. النهارده في لعيبه، انا بتكلم على واحد زي زيزو، وجماهير الزمالك نجحت توصل زيزو للحاله السيئه اللي هو فيها. ان زيزو من اللعيبه اللي ما بتحملش ضغوط. وانا بقولها لك ان زيزو كان متداري في الزمالك يا فاروق. خلينا بقى نقول الحقيقه. النهارده انت يعني خدت كنت بتلعب في الزمالك ما حدش بيحس بيك. مفيش النهارده مفيش اي حاجه انت بتعملها في الملعب. ما بتجريش، ما بتتحركش. مفيش خطوره. لكن ده اللي بشوفه فنيا في لخبطه. هرجع في فنيا يا كابتن، بس خلينا نروح للكابتن معتصم سالم المدرب المساعد لفريق بيراميدز الحقيقه، وبارك له على الفوز النهارده 3 نقاط مهمين. والكل الحقيقه كان منتظر الاسبوع الخامس عشان هو لقاء قمه الحقيقه ما بين الاهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، والكل بقى ينتظر اللقاء ده الحقيقه من خلال المنافسه اللي كانت موجوده